انا شايف جمهور الاهلي كله بيتكلم في حته واحده بس، اللي هو يا جماعه لا، الفرقه بتلعب بشرف، الفرقه عايزه تكسب، انتوا عايزين ناس تسيب لكم المطوشه. مش كده خالص، الموضوع مش كده خالص. الحكايه مش هنا خالص. هات لي فرقه لعبتها سموحه وهي خسرانه، الحارس طلع ساب الجون وطلع عايز يحط جون، ما عملتهاش. لو جبتها لي في اي ماتش في الدوري اقول لك عندك حق، انا راجل كده ما بفهمش. ده ما حصلش. بتعمل حركة زي دي بتاعت ايه وليه؟ ان انت عايز توصل لحاجة، دي حاجة معروفة، انت بتضحي خلاص علشان خاطر عايز تكسب، عايز تعطل الفريق ده، او انت عايز تاخد حاجة على قفا الفريق ده. فانت كده بتخدم نادي تاني، وده معروف وواضح وعادي براحتكم، يعني أندية مصر كلها عارفة في الآخر انت بتعمل ايه. لما بيطلع واحد يقول لك انا اصلا اهلاوي، دي بتاعته. يعني انا لو اشتغلت في قناة مش هقول لك انا اصلا زملكاوي، غير لما اكون فعلا اقول لك انا اصلا زملكاوي، انا بتكلم عن نادي الزمالك بس. لان لما هاجي اكلمك بعد كده عن سلبيات تانية انت معروف انت هتاخدها ضدي. انا لما بطلع اتكلم عن فيديو للنادي الاهلي الناس بتاخده ضدي، حتى لو انا بتكلم في المصلحة. ليه؟ عشان أنا قلت انا زملكاوي وده واضح. ففكرة المحايد وان انا بلعب عادي دي لا، هو في حاجات ما بتنفعش، انت هنا بتعمل حاجة لمصلحة حد تاني وده واضح. فده بقى شيء مشهور جدا عندنا، ان اللاعب او ان الاعلامي يطلع يقول لك انا كذا، انا اهلاوي او انا زملكاوي. يا جدعان الكلام ده كله غلط، في الاماكن اللي انتوا فيها غلط. حارس بتاع سموحة، انت بتعمل ايه؟ انت طالع تخدم نادي تاني، انت مش طالع تخدم على فرقتك، ده شيء واضح. صح. ده اللي انا اعرفه، انا ما اعرفش انت بتفهمها ازاي، بس ده اللي انا اعرفه، عشان كده طلعت اوضح لك اللي انا اعرفه. فاتمنى يعني تكون وصلت، واعتقد ان هي واصله، يعني احنا بس بنحب نشتغل بعض. فصباح الفل.